اجيو معايا نوجدوا واحد الحليوات ديال الدراوش، حليوات يعني اقتصاديين وغير بجوج حبات ديال البيض. غتخرج لنا واحد الكميه اللي يعني مزيانه. عندي هنا واحد جوج حبات ديال البيض، عندي كاس الا ربع ديال السنيده. صافي غادي ناخذ الطراب اليدوي وغادي نطرب مزيان البيض مع السنيده. يمكن لكم تخدموها بيديكم. صافي نطرب مزيان كيف ما كتشوفوا معايا حتى يبدا يذوبوا دوك الحبيبات ديال السكر. غادي نزيد هنايا قبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد سكر فاني خنيشه بحدا. يمكن لكم تنسموا باش ما بغيتو هاد الحليوات هادو. صافي ونعاود نخلط مزيان مزيان، نطرب مزيان هاد البيض مع السنيده. وغادي نزيد هنا واحد الكاس ديال الزيت، دائما بعبار كاس العنبه. صافي غادي ندخل الزيت مزيان مع الخليط حتى يندمج ليا مزيان. هاد الحليوات هادو اقتصاديين وكيجيو روعه روعه في المذاق، وكيجيو مقرمشين من برا وهشاش من الداخل. صافي هنايا من اللي خلطت الخليط مزيان كيف ما شفتوا معايا، غادي نزيد واحد الخماره من فئه 8 غرام ونعاود نخلط. وهنايا الدقيق غادي نعبرو قدامكم بكاس ديال العنبه. ها الكاس الاولاني غنضيفو وغنخلط هنا بالطراب اليدوي. صافي دابا غادي نبدا نخلط بايدي لان العجين غادي يبدا يتقال ليا. غنضيف هنا الكاس الثاني. هاد الحليوات هادو بلا زبده وكيجيو غزالين. كتخرج لنا واحد الكميه اللي يعني مزيانه. غادي نضيف لنا الكاس الثالث. وهنا واخا تعجنوا العجين يعني ما تخافوش منها، يعني طلق لنا الزيت لان ما فيهاش الزبده. صافي غادي نزيد هنايا واحد 4 كاس، يعني فايت 4 كاس بواحد شويه على يوصل نص كاس. صافي وغادي نخلط. صافي القوام ديال العجين كيكون على هذا الشكل هكا، يعني كتكون رطبه بزاف في نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين. هنا غادي نزيد شوكولاط فيرميسيل كحل. يمكن لكم تزيدوا كاوكاو او لا لوز او لا الكوك، يعني على حسب المتوفر عندكم في البيت. صافي هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا كيف ما شفتوا معايا. كتكون رطبه بزاف في نفس الوقت ما كتلتصقش باليدين. عندي هنا واحد اللاطه اللي دهناها بشويه ديال الزيت، يمكن لكم ديروا ورق الطهي. صافي وغادي نبقى نكور على هذا الشكل هكا، وغادي نبسطها واحد شويه ما بين ايديا ونحطها في اللاطه. وفي هذه الاثناء انا عندي الفرار مديره يسخن من الفوق ومن التحت تيسخن مزيان. عاد باش نطفي من الفوق ونخليه يشعل غير من التحت. غادي نحط اللاطه لتحت والعافيه تكون عليها الفوق تقريبا واحد 5 ديال الدقائق عاد باش نطلعها الفوق. ونخليها تكمل الطياب ديالها الفوق. حتى تحمر لينا من التحت ومن الجناب، عاد نشعل عليها من الفوق باش تحمر وتكمل الطياب ديالها.
هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجتها من الفران. كتجي على هذا الشكل هكا، كتجي غزاله بزاف في المذاق ولا في المنظر. يعني الوليدات ديالكم غادي ياكلوها قبل من العيد. شوفوا معايا كيفاش كتجي هشيشه، كتجي تذوب في اليد قبل من الفم. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانكم تدعموه بلي لايك وبالبارطاج، والى فيديو قادم ان شاء الله.